السلام عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة معانا ليكو مغامرة جديدة مليانة بالأحداث الشيقة اللي ما ينفعش تفوتكوا، عن أمية حياتها اتغيرت فجأة وبقت هي الوحيدة اللي تقدر تنقذ عالم الجنيات. في مدينة الجنيات في عالم تاني كانت الأميرة إمبرلي طول الليل بتتدرب في الغابة بإنها بتجري وبتعبر الغابة وهي مغمية عينيها ومكتفة إيديها وظهرها، وكان عمها أندر معاها بيساعدها. وأول ما بتقرب من حفرة في وسط الغابة بيزقها يوقعها في قلب الحفرة. ساعتها بيقول لها إن عبور الغابة بالشكل ده خطير جدا خصوصا في المسابقة، وبيقترح عليها إنها تستسلم ويروحوا القصر. بس هي بتقول له إنها ما عملتش كل ده علشان تستسلم دلوقتي، وبتقول له إن اللي بيتم اختيارهم في المسابقة أول 7 بس، وبتقوم تتدرب تاني. تاني يوم الصبح كانت المسابقة هتبدأ وعدد كبير من محاربين الأقزام بيشاركوا، وأول ما إمبرلي بتروح بيلاقوها لابسة زيهم وهتشارك في المسابقة وبيتفاجئوا جدا. نعرف إن الإمبر اللي بتعمله ده ضد قوانين ومبادئ أسلافهم، وإن ما ينفعش إنها تكون موجودة هنا أصلا، مش تتسابق كمان معاهم. ساعتها جايس صديقها بيستغرب إنها موجودة وبيفتكرها جاية تسلم عليه وتتمنى له الفوز، بس بيتفاجئ إنها هتشارك وبيحاول يقنعها إنها تتراجع لأن المسابقة خطر جدا عليها، والأقزام اللي بيتسابقوا دول على استعداد إنهم يعملوا أي حاجة في سبيل إنهم يفوزوا. بس إمبرلي مش بتقتنع بكلامه وبتقوله إنها هنا للفوز، تخلي صاحبتها تأيدها وتغمي عينيها. المتسابقين كلهم بيتصفوا، وأول ما بيسمعوا البوق الكل بيجروا ناحية الغابة، بس من أولها واحد بيضرب أمبر ويوقعها على الأرض، والباقيين كلهم بيجروا جوه الغابة بأقصى سرعتهم، ومع إنهم كلهم متغميين إلا إن مفيش ولا واحد خبط في شجرة، وكانوا بيتفادوهم زي ما يكونوا بيجروا على طريق فاضي. في الوقت ده أمبر كانت مصممة إنها تصبر نفسها وإنها جديرة، وبتقوم تاني وبتشوف رؤيا انها وصلت للشجرة المقدسة اللي في خط النهاية، وصوب بيقول لها تقف بسرعة. والحقيقة ان الغابة كانت ساحة قتال مش سباق عادي، واي واحد بيقرب من زميله بيخبطه ويوقعه على الارض علشان الكل عاوزين يوصلوا الاول ويبقوا من ال7 المختارين. ولما امبر بتقرب من الحفرة اللي كانت بتقع فيها كل ما تيجي تعبرها وهي بتتدرب، المرة دي بيحصل لها حاجة غريبة، وبتشوف رؤية برضه للشجرة اللي هي خط النهاية وانها لازم تكون هناك، ومرة واحدة بتطير في الجو وتعدي الحفرة بسلام. اي نعم كانت هتقع الناحية التانية، بس بتتماسك وبتقف تكمل السباق. واول واحد بيوصل وبيعبر خط النهاية كان صديقها جايس، ووراه التاني والتالت والرابع لغاية ما امبر كانت خلاص هتوصل، بس واحد زميلها بيوقعها على الارض وبيضربها علشان ما تقومش تاني. بس هي مش هتضيع كل ده على ثانية، وتقوم تاني في لحظة وتضربه وتوقعه وتدوس عليه وتجري تاخد المركز السابع وتبقى من المختارين ال7. بعدها ال7 المختارين بيدخلوا الحديقة السحرية اللي فيها شجرة الإلكريس، والملك اللي هو جد أمبر بيرحب بيهم وبيقول لهم حكاية الشجرة، وإن زمان كان في حرب شرسة بين عالم الجنيات والشياطين، وإنهم لما انتصروا في الحرب دي حبسوا الشياطين في مكان اسمه المنفى، وشجرة الإلكريس هي الختم اللي على باب المنفى ده، وإنها طول ما هي ثابتة مكانها عمر الشياطين ما يعرفوا يخرجوا تاني من المنفى، وإنهم مكلفين بحمايتها، وكل واحد يقرب من الشجرة ويلمسها كطقس من الطقوس. بس لما أمبر بقى بتقرب من الشجرة وتلمسها، فجأة بتشوف رؤية إن المملكة بتاعتهم اتدمرت وبقت كلها ظلام ودمار، وإن واحد من الشياطين بيقتل في شعب الجنيات. في نفس اللحظة اللي شافت فيها الرؤية دي، واحد من البشر اسمه ألانون بيصحى من سبات عميق كان نايم فيه بقاله سنين في كهف من التلج، وكان جسمه كله محفور عليه رموز غريبة، وكان معاه سيف سحري أول ما بيقول جملة معينة السيف بيتفرد وبيمده بالقوة اللي بتخليه يتعافى. وفي مكان تاني بنتعرف على شاب نصه بشري ونصه من الجنيات اسمه ويل، بيرجع يلاقي امه بتموت وهي في النفس الاخير بتديله 3 احجار زرق وبتقول له عليهم عقيق الجان، وكان استخدمهم قبل كده، وبتوصيه انه يلاقي الكاهن. وبعد ما ويل بيدفن امه بياخد حصان وبيمشي علشان يدور على الكاهن اللي امه قالت له عليه، وان هو السبيل انه يلاقي ابوه ويعرف حقيقته. اما امبر بقى فكانت بتستعد للحفله، وعلى ما تبدا كانت بترسم الشيطان اللي شافته في الرؤيه بتاعتها. وبالليل في الحفلة أمبر بتشوف لمحات ورؤية تانية للشجرة، وساعتها بتحس إن في حاجة غلط، بس بتسمع الشجرة بتنادي عليها وتقول لها إنها محتاجة لها. وساعتها أمبر بتدخل عند الشجرة، وأول ما بتلمسها تاني بتشوف رؤية جديدة كانت فيها بتقتل لورين. في اللحظة دي كان لورين دخل يدور عليها، ولما بيحاول يطمنها وبتقول له على اللي شافته مش بيصدقها، وهي بتضربه بتهرب على أساس إن هي اللي هتجيب الدمار للمملكة. في الوقت ده كان ويل ماشي في طريقه لما فجأة واحد ضخم بيهجم عليه ويكتفه كان هيقتله، بس بتظهر بنت بتقتل الوحش ده وتساعد ويل، والبنت دي كانت بشرية عادية مش من الجنيات ولا حاجة. وتاني يوم كان أندر عرف بغياب أمبر وبيتخانق مع لورين لأنه آخر واحد كان معاها، وبيتهم إن هو اللي ورا اختفائها، بس لورين بيقول له على اللي حصل ويخليه يروح يدور عليها. المشكلة الكبيرة بقى إنهم اتفاجئوا إن الشجرة ظهر عليها مرض غريب وبدأت تنزف مادة زي الدم بالظبط،
وفجأة بيظهر في القصر الملكي شخص عنده قوة سحرية بيضرب الحراس بحركة واحدة من ايده يوقعهم يبعدهم عن طريقه ويدخل للملك، وبيقول لهم ان الالكريس اكتر من انها مجرد شجرة والسلام. وهنا الملك بيتفاجئ ان ده ألانون اخر كهنة بارنورا، واللي كان موجود ايام الحرب زمان مع الشياطين وعارف بالقصة كلها، وبيستغرب ان قصة الشجرة بقت مجرد فولكلور وقصة خيالية بيحكوها وخلاص، مش انها تاريخ حقيقي لازم الكل يعرف ويتأكد من صحته. وساعتها ألانون بيقول للملك ان الالكريس هي اللي نادته وانه لازم يدخل الحديقة فورا. ولما بيدخل عند الشجرة ويشوفها بيقول لهم انها بتموت وفي ايام سودة داخلة عليهم ولازم يحضروا جيش الجان. ولما أندر بيستغرب كلام ألانون بيقول له إن كل ورقة على الشجرة بتمثل شيطان محبوس، وأول ما بتوع الشيطان ده بيتحرر وبتفضل كده لغاية ما جيش الظلام كله بيتحرر ويغزو عالمهم من جديد. فعلا بتقع ورقة من الشجرة على الأرض، بس لحظة وقعها بتتحول لرماد وتختفي. واحد من عالم الظلام بيتحرر ويعمل قبة ودرع من الصخور والسحر علشان يبدأ حربه. وتاني يوم الصبح ويل بيصحى على صوت ألانون وبيكتشف إن البنت اللي كانت مفروض إنها تساعده امبارح طلعت من الرحالة وسرقت منه عقيق الجان وهربت. ولما ويل بيعرف ان ألانون كاهن بيتفاجئ لان امه قالت له انه لازم يوصل له، وبيستغرب ان هو اللي لقاه مش العكس. وقتها ويل بيتفاجئ لما ألانون بيقول له ان هو اخر سلسال لنسل شانارا، وان اهله وجدوده كانوا من الملوك والمحاربين. حتى ابوه كان بطل واستخدم عقيق الجان في انه يخليهم ينتصروا في الحرب على الظلام. في الوقت ده كانت ورقة تانية من الشجرة وقعت وبتتحرر، وبيحرر معاها واحد من الشياطين بتقدر انها تتنكر في هيئة اي حد. الملك بتاعها بيأمرها انها تروح تقتل كل الاصفياء او المختارين السبعة. بالليل كانت امبر في الغابة ووقعت في فخ ارتيريا الرحالة اللي سرقت العقيق من ويل، بس امبر ما تضحكش عليها زي ويل واخدت حصان ارتيريا وراحت لعمتها على الساحل. وتاني يوم كان ألانون راح مع ويل على القلعة القديمة في الجبل علشان يعلمه السحر من الكتاب السحري، لأن هو الشخص الوحيد اللي هيعرف يحمي أمبر وينقذوا العالم مع بعض. ولما ألانون بيدخل يدور على الكتاب السحري بيلاقيه مدفون في الحيطة، فبيستخدم قوته السحرية وبيتحكم في كل حاجة حواليه، وإيديه بتولع نار وبيبعد الصخرة اللي كان وراها الكتاب. ولما بياخده وبيفتحه كانت الكتابة اللي فيه كلها من السحر والنار. وفجأة بيشوف رؤيا لملك الشياطين وهو بيهدده وبيتحكم فيه. ولما ألانون بيجي يطعنه بالسيف مش بيعرف والسيف بيتكسر 100 حتة. ساعتها كان قدر ويل انه يفوق بسرعة، وألانون بيقول له انهم لازم يرجعوا القصر الملكي فورا. وقتها اصلا عند الشجرة السحرية كان لورين بيتفاجئ بأمبر وبتقول له انها رجعت علشان سمعت نداء الالكريس، وفجأة بتطعنه بخنجر في بطنه وبتقتله بعد ما بتعرف مكان باقي المختارين الست. وبنتفاجئ ان دي مش أمبر اصلا وانها الشيطان المتغير داغدامور. ولما بنرجع لأمبر كانت وقتها في الغابة لما فجأة حد بيهجم عليها ويضربها. وفي القصر كان عم أمبر بيطلب من ألانون انه يستخدم سحره ويعرف مكان داغدامورا عشان يروحوا يقتلوه، بس المشكلة انه في الاساس كان كاهن زي ألانون بس استخدم السحر الاسود وضل طريقه. ولما حبسوه ايام الحرب مع الشياطين ما صدق انه رجع علشان ينتقم منهم واحد ورا التاني ويقضي على العالم. وكمان محدش هيعرف يحدد مكانه لانه مستخبي في الصخور السوداء اللي بتحجب موقعه. وبنعرف ان داغدامور ده ملك الظلام اللي صحي اول واحد، وما يقدرش يدخل عالم الجنيات غير لما تقع اخر ورقة من شجرة الالكريس، وعشان كده بيبعت جنوده هم اللي ينفذوا اوامره. وبعد ما الكل بيمشوا ألانون بيخلي ويل يدخل غرفة أمبر ويفتشها من غير حد ما يحس بيه لأن في جاسوس في القصر. في الوقت ده كانت أمبر فاقت ولقت إن اللي كان هاجمها امبارح في الغابة ما هي اللي عمتها بايريا اللي كانت عايشة على الشاطئ بعيد عن المملكة. ولما أمبر بتحكي لها على اللي حصل وشجرة الألكريس اللي بتموت، بايريا بتترعب من المستقبل المظلم، وأمبر بتفتكر إن كل ده حصل علشان خلفت القواعد وانضمت للأصفياء. اما ارتيريا فكان الزعيم بتاعها بيضربها وبيهددها انه هيبيعها لواحد هي بتكرهه علشان ما سرقتش حاجه وجابت له مكاسب جديده، بس هي بتدافع عن نفسها وبتترجاه يديها فرصه تانية وبتديله عقيق الجان علشان تثبت له انها ما كدبتش عليه. ساعتها سيفالو بيتفاجئ ويتفق معاها انها لو جابت له ويل هيديها حريتها، وويل فعلا ليه دور مهم في الحرب اللي على الابواب. وفي القصر الملكي بيعرفوا مكان أمبر، وبنتفاجئ ان بايريا اصلا مشيت من المملكه واختفت بعد ما اخوها الملك رفض انها تتجوز ألانون لانه بشري وكمان كاهن. المفاجاه الكبيره ان كلب الملك بيطلع هو واحد من جنود داغدامور الشيطان اللي بيتحول وبياخد اي شكل، وكان موجود وهما بيتكلموا على أمبر وعلى مكانها فين، ومحدش كان يتخيل كده ولا يعرفوا حقيقته. بعدها ألانون وويل بيروحوا المكان بايريا، وعلى ما بيوصلوا كان ألانون حكى لويل كل حاجة عن أبوه وإنه فضل فوزهم في الحرب يرجع لأبوه، بس استخدام السحر بيكون له تمن وانطبع عليه ومات وحيد. وبايريا أول ما بتشوف ألانون بتتخانق معاه علشان يتخلى عنها واختفى، ودلوقتي جاي تاني بعد ما العمر سرقها وبقت عجوزة وهو لسه شاب زي ما هو. في
في الوقت ده كانت الشجرة وقع منها ورقة جديدة وشيطان جديد اتحرر منها وظهر فجأة وهاجم بايريا وقتلها وبيروح يهاجم أمبر. ساعتها ألانون بيجري بسرعة علشان يحمي أمبر وبيقدر إنه يقطع جناح الوحش ده وكمان يطير راسه بسيفه المسحور. وكان عليهم إنهم يهربوا بسرعة لأن كده مكانهم اتعرف وفي خطر كبير على أمبر وويل. بس ألانون كان اتصاب إصابة شديدة ببطنه وبيحاول يحميها. ولما أمبر بتعرف إنهم لازم يرجعوا عند شجرة الألكريس بسرعة لأنها آخر صفية والباقيين كلهم ماتوا، أمبر بتنهار وتجري تقعد لوحدها على الشط. ولما بيعرفوا إن ألانون متصاب بشدة بيلاقوه بيوريهم الخريطة اللي معاه ويقول لهم ياخدوه بسرعة على كهف الكهنة اللي كان نايم في سبات طول السنين اللي فاتت دي فيه. وبعد ما بيوصلوا ويل بيلاقي حالته صعبة جدا فبياخد أمبر معاه ويروحوا النهر الأزرق الفضي علشان يجيب منه طمي سحري يقدر يشفي أي جروح. في الوقت ده عند شجرة الألكريس كانت ورقة شجر تانية وقعت والشياطين بيهاجموا القرى في المملكة وبيدمروها. في الوقت اللي كانت أمبر ماشية مع ويل وهي مستغربة اشمعنى هو بالذات اللي ألانون جنده لحمايتها، بس استغربها ده بينتهي لما بتعرف إن ويل من آل شانارا وإن جده هو الملك العظيم اللي قدر يوحد الأراضي الأربعة. وساعتها ويل بيقول لها إن برغم إن أجداده كانوا سحرة عظام إلا إنه مش بيتمتع بأي سحر خالص، وبيوعدها إن أول ما يوصلها القصر ويوفوا بعده لألانون هيرجع بلده تاني ويختفي. وعلى ما ويل نزل المية يدور على الطمي السحري بيلاقي أمبر اختفت فبيخرج يدور عليها. وساعتها بيتفاجئ إن أرتيريا قبضت عليها ومعاها واحد من الرحالة وبيكتفوهم الاتنين وبتاخدهم لسيفالو. سيفالو بقى مش بيعامله على إنه رهينة، بل بالعكس بيحرره وبيعامله كضيف وبيعرض عليه إنه ينضم ليهم يبقى واحد من الرحالة بما إنهم كلهم مختلفين فمفيش حد هيتنمر عليه. بالليل كانت أرتيريا راحت تطالب سيفالو إنه يوفي بوعده ويديها حريتها، بس هو بيرفض وبيتفق معاه انها تخلي ويلي يستخدم سحره على عقيق الجن وتعرف منه ازاي بيتم استخدامهم وساعتها يبقى يحررها. في الوقت ده كان ألانون في الكهف بتاعه على الصخرة السحرية والكتابة اللي كانت عليها بتسري في جسمه زي النار لغاية ما بتعالج جرحه كأنه لم يكن. ساعتها كانت أرتيريا في المعسكر بتاعهم راحت لأمبر في الخيمة اللي كانت متأيدة ومحبوسة فيها وبتحررها وبتقول لها تهرب. بس ساعتها أمبر بتهجم عليها وتحط الخنجر على رقبتها وتخرج تهدد سيفالو انها تقتلها لو ما سابش واللي يمشي معاها. بس المفاجأة ان سيفالو مش بيهتم لانها مش بنته اصلا. وساعتها سيفالو بيتخانق مع ويلي وبيديله عقيق الجن علشان يوريه يستخدمه ازاي والا هيقتل أمبر. ومرة واحدة بيظهر واحد من شياطين دغدامور وبيهاجم المعسكر وعاوز يقتل أمبر لان بوجودها دغدامور هيفضل حبيس الشجرة. وهنا ويل بيتصدم لما بيلاقي عقيق الجن اللي كان في ايده اتوهج فجأة وبنوره الازرق. بنور ازرق والنور ده مشي في عروقه زي الدم وعينيه كمان نورت ازرق. ولما بيوجه ايده ناحيه الوحش بيثبته مكانه لغايه ما يقتله وبيقع بعدها مغمى عليه. بعدها كانت أمبر وأرتيريا شالوه دخلوه الخيمة علشان يفوقوه، بس لما سيفالو بيجي وراهم ومصمم انه يسترجع عقيق الجن وانه مش هيسيبهم غير لما ويلي يعرفوا يستخدمه ازاي، فجأة بيظهر ألانون وبيضربه ويطيره في آخر الخيمة وبياخد ويلي وبيمشي مع أمبر. الصبح بيعمل عليه طقوس علشان يفوقه بعد ما استخدم السحر فجأة وبيطلع ان السحر موجود في دمه. وبيقول لأمبر في الوقت ده ان اللي بيحصل ده كله كان متقدر ومصيره هيحصل، بس هي كانت مسألة وقت وهي ملهاش ذنب فيه لانها كانت بتلوم نفسها. وفي طريقهم للقصر بيعدوا على مزرعة كانت كل الحيوانات اللي فيها مقتولة بوحشية، حتى أصحاب المزرعة كانوا مقتولين ومتعلقين. بس لما بيدخلوا المخزن بيتفاجئوا بشاب من الجن متكتف ومتكمم ومحبوس في أوضة مقفولة بالقفل. وأمبر ساعتها بتحرره وبيعرفوا بعدها إن اسمه باندن وإن اللي حبسه بالشكل ده كانوا أهله لأنهم كانوا خايفين منه علشان قوته السحرية، بس مش بيقول إيه هي القوة اللي كانوا خايفين منها بالشكل ده. وأمبر بتقرر إنهم ياخدوه معاهم برغم إن ألانون ما كانش موافق. أما أرتيريا بقى فكانت بتجهز حاجتها علشان تسيب المعسكر وتبقى حرة، بس بتتفاجئ بسيفالو بيهجم عليها وبيهددها إنها لو ما جابتلوش العقيق تاني هيقتلها. ولما أمبر بترجع القصر كانت باندن معاها، ولما بتلمسه غصب عنها وهي بترحب بيه في القصر بيشوف هو مستقبلها واللي هيحصل لها في لمحات سريعة، ودي كانت قوته السحرية. بعدها كانت أمبر رايحة مجلس الحكماء علشان يأذنوا ليها بإنها تدخل الحديقة السحرية تاني وتدخل الألكريس. في الوقت اللي كان ويل ماشي وسايب القصر، بس باندن بيلحقه وبيقول له إن لازم يكمل مع أمبر الرحلة لغاية ما توصل بر الأمان وإلا حاجة بشعة هتحصل ويخسروا الحرب مع الشياطين. ساعتها ويل بيستغرب ازاي هو عارف بر الامان وبيتكلم عنه بالثقه دي، بس بيقرر انه يصدقه ويدخل تاني ورا أمبر مجلس الحكماء. ولما بيلاقوهم بيلوموها على اللي بيحصل ويل بيدافع عنها، واصلا لما بيعرفوا انه اخر نسل شانارا الملك بيرحب بيه جدا وبيفرح لانه عارف تاريخ جده كله. وبعد ما بيسمعوا بيوافقوا انهم يسامحوا أمبر على هروبها قبل كده، وبيقرروا انهم يخلوها تدخل شجره الألكريس علشان تاخد البذره الجديده وتزرعها ببر الامان علشان تنبت من جديد وتحبس الشياطين تاني. فعلا اول ما أمبر بتقرب من الشجره وتلمسها
بيتفتح باب سحري وهي بتدخل فيه. الحلقة الرابعة، ولما بتدخل أمبر الشجرة وسط الجذور بتلاقي جذر يمتد ناحيتها وفي زهرة بتنفخ في وشها غبار سحري بيخليها تشوف رؤية وإنها شايفة نفسها في عالم متدمر، وبيظهر لها زميلها القديم لورين وبيتهمها إنها غدرت بيه وقتلته. وفي لحظة شكله بيتغير لويل اللي بيقتلها ويقول لها إنها لازم تقتله علشان تثبت إنها قوية ومفيش حاجة هتشتتها عن المهمة. ولما أمبر بتدرك إن ده اختبار من الشجرة بتقتل ويل، وساعتها بتشوف المكان اللي المفروض تاخد البذرة له، وفي رؤياها دي بتشوف ويل وأرتيريا. وبعدها بتفوق والزهرة بتفتح عن البذرة وأمبر بتاخدها وتخرج من الشجرة. وجدها الملك كان فخور وفرحان بيها جدا، بس برضه خايف عليها إنها هي اللي هتشيل المسؤولية الخطيرة دي. وفي وسط الحراس بقى كان جاسوس دغدامور الشيطان المتحول بيتواصل مع دغدامور وبتقول له على اللي حصل وإن قواها بتضعف من كتر وجودها في العالم ده. بس دغدامور مش بيهتم غير بقتل الأميرة، وإنها لو ماتت يبقى أملهم انتهى خلاص. وبالنسبة لأمبر والباقيين كانوا بيفكروا مع بعض على المكان اللي المفروض تروحوا ده وموجود فين، لأن مفيش حد منهم يعرفه. وفي الوقت ده في الغابة كان سيفالو مع أرتيريا بيخليها تتسحب وتدخل القصر علشان تسرق عقيق الجان، في الوقت اللي كان ويل مع باندن وبيقول له على الحقيقة وإنه لما بيلمس حد بيشوف الشخص ده هيموت إزاي. وفعلا أرتيريا بعدها بشوية بتدخل القصر وتروح على غرفة ويل وتسرق منه العقيق تاني. وبعدها كان باندون ماشي في القصر وبيخبط جايز صديقه أمبر بالصدفة وبيشوف إنها هتموت بعد دقايق لو طلعت الدور اللي فوق. وفعلا وهي طالعة فوق بتقابل أرتيريا وهي بتهرب من أمبر بعد ما شافتها، بس في الحقيقة اللي جايز خبط فيها دي ما كانتش أرتيريا الحقيقية وإنما الشيطان المتنكر في هيئتها. وفي اللحظة اللي بتقرب منها أمبر بتهجم عليها علشان تقتلها، بس جايز بتجري وتعترض طريقها علشان تحذر أمبر، وباندون كان لحقها وبيبعدها عن الخنجر في آخر لحظة وبينقذ حياتها. ساعتها الشيطان المتحول بيهرب وبيتنكر في شكل حارس تاني. ولما أرتيريا الحقيقية كانت بتهرب أندر بيتقبض عليها وبيسجنوها علشان تتحاكم بتهمة محاولة قتل الأميرة. بس هي لما بتتكلم مع ويل وهو بيسترجع منها العقيق بتقوله إنها ملهاش أي مصلحة من قتل أمبر أصلا، وإنها كان ممكن تقتلها في الغابة لما جات لها الفرصة، فهي اللي يخليها تيجي تقتلها في القصر. في الوقت ده كان الملك سلم أمبر سيف أبوها الراحل علشان تدافع بيه عن نفسها في رحلتها الجاية. وبعدها علشان ألانون يعرف شكل الشيطان اللي مستخبي جوه القصر ويقضي عليه بياخد باندون ويخليه يلمس جثة لورين علشان يشوف آخر لحظات حياته ومين اللي قتله. وفعلا لما باندون بيلمسه بيشوف إن أمبر هي اللي قتلته، بس عينيها كانت فضية. وساعتها ألانون بيعرف إن الشيطان ده قوي جدا وبيغير شكله لأي حد وأي حاجة، وده بيصعب مهمة القبض عليه. وكان الحل الوحيد انهم يعملوا له فخ بانهم يوصلوا له ان امبر مفيش عليها حراسه، ولما يروح يقتلها يكونوا مستعدين ويقبضوا عليه. بس طبعا ما كانوش هيضحوا بامبر ويحطوها في الموقف ده، وان ممكن الخطه تفشل والشيطان يقتلها بجد. وقتها ويل بيقترح ان ارتيريا هي اللي تتنكر مكان الاميره وبكده يحافظوا على سلامتها، خصوصا لما بيعرف من باندون البشريه اللي شافها في رؤياه مع امبر كانت هي ارتيريا، يعني هما مقدر لهم انهم الثلاثه يكونوا مع بعض في الرحله دي. بعدها كانت أمبر في مكان منيع في قلعة تانية، وويل بيجري عليها علشان يحذرها ان الشيطان عارف بالخطة لان واحد من الجنود، وفجأة بيهجم على أمبر ويحاول يقتلها لانه شيطان متنكر في شكل ويل، بس ألانون كان اسرع منه وبيهجم عليه وبيفقد الوعي او يقتله، وساعتها بيظهر على شكله الحقيقي. والتلاتة أمبر وويل وارتيريا بيبدأوا الرحلة سوا لان ألانون مش هينفع يروح معاهم علشان يحمي القصر. والمفاجأة بقى ان الجند اللي كان بيستعد علشان يولع في جثة الشيطان بيتفاجئ بشيطان صحي تاني وهجم عليه قتله. بنرجع بالزمن 10 سنين وبنشوف لورين وأمبر أول مرة اتسحبوا ودخلوا الحديقة المقدسة، وأمبر لمست شجرة الألكريس وشافت رؤية للمستقبل، بس كانت وقتها صغيرة. في الوقت اللي كان عدد من الأقزام بيراقبوا أندر وبيدخلوا وراه من الباب السري للقصر وبيقتلوا الحراس لغاية ما بيدخلوا القاعة اللي كان فيها الملك. والد أمبر كان معاها، وأول ما بيشوف الحارس مقتول بيقول لها تقفل على نفسها أوضتها، وهو بيروح يشوف إيه اللي بيحصل ومين اللي اقتحم القصر. وعلى ما بيوصل للملك ويلاقي الأقزام محاصرينه وبيهددوه، والد أمبر بيحاولوا إنه يتكلم معاهم بالسلام ويتفقوا على حل وسط، بس زعيم الأقزام بيرفض وبتقوم بينهم معركة شرسة بتنتهي بموت والد أمبر. وفي الوقت الحاضر كانوا الثلاثة ومعاهم حراس من الجيش ماشيين في الغابة، وأرتيريا رابطينها وبيجرجروها وراهم، وده كان سبب تأخيرهم. والشيطان المبدول بقى كانت رجعت لدغدامور، ولما بيعرف انها فشلت في مهمتها في قتل أمبر كان هيقتلها، بس هي بتترجى انه يديها فرصة تانية وهي تقدر تقلب العيلة المالكة على بعضها، وهو فعلا بيوافق على اقتراحها. وفي الغابة كانت المجموعة وقفت ترتاح شوية، وويل بيتحايل على أمبر انهم يفكوا قيود أرتيريا ويعاملوها كويس علشان تساعدهم بمزاجها وما تهربش تاني وانهم يكسبوا ثقتها، بس أمبر بترفض. فجأة بيخرج من أفخاخ في الأرض عصابة الرحالة بقيادة سيفالو وبيهجموا على المجموعة، والحراس مش بيلحقوا إنهم يدافعوا عنهم ولا يتصرفوا.
اما الانون فكان رجع لقصر الباندون ومنعه من انه ينضم للجيش لانه محتاج لموهبته وسحره، واخده عند الشجره السحريه علشان يخليه يتواصل معاها ويعرف مكان امبر. في الاول كان باندون رافض، بس لما الانون بيقول له ان موهبته دي اكبر مما هو فاكر وانه يقدر يطوي الزمن ويشوف الماضي والمستقبل وينتقل ليهم كمان، وانه لازم يتعلم انه يتحكم في مشاعره علشان يقوي سحره، وقبل ما يخليه يلمس الشجرة بيدربه على ان يلمس ايده وبيرجع لماضيه ويشوف اللي حصل له. وفعلا باندون اول ما بيلمسه بيشوفه وهو مجروح وبيموت على صخرة الكهنة السحرية. في الوقت اللي كان سيفالو كتف ويل وامبر وسرق منه العقيق وسابه هو والجنود متكتفين في الغابة للوحوش ياكلوهم، واخد امبر معاه ومشي وعصابته. وفي القصر كان اندر بيتفق مع اخوه بيقترح عليه انه يحرر قزم سلانتر اللي قتل اخوه من 10 سنين علشان يكون هو دليلهم في جبال بريكلان ويقدروا يوصلوا للقلعة بتاعة دغدامور. وبالليل كانت ارثيريا بعد ما سيفالو اداها حريتها ومشيت رجعت تاني وخدرت العصابه كلها وحررت امبر، واخدت سيفالو معاهم رهينه علشان تضمن انه ما يطردهمش تاني. وفي الوقت اللي كان ويل بيحارب كائنات ووحوش بتظهر مره واحده في الضلمه وتخطف الجنود واحد ورا التاني وكانوا في خطر حقيقي، وفجاه بيلاقي ارثيريا جايه وبتساعده، وتاني يوم الصبح بترجع له حجر العقيق تاني. ولما بيكملوا في طريقهم بيتفاجئوا بمنطقه عند حدود الغابه مليانه بسم خطير بيطير في الهواء وبيقتل اي حد يقرب من المنطقه. وفي القصر لما بنرجع لاندر كان نفذ خطته وراح يحرر القزم سلانتر ويتفق معاه انه يساعدهم مقابل حريته. اما باندون بقى فكان هو بيحاول يتواصل مع الالكريس علشان يعرف امبر فين وايه اللي وصلت له لغايه دلوقتي. فجاه بيلاقي نفسه في القلعه بتاعه دغدامور وبيتفاجئ ان امبر ميته او بيشوف رؤيا انها هتموت، ودغدامور ساعتها بيسيطر عليه ويحبس روحه في العالم بتاعه وجسمه بره بيتلبس بواحد من الشياطين. ولما بنرجع لامبر وفريقها فكانوا وصلوا القلعه تبع القصر وكانوا رايحين يدخلوها علشان يقابلوا الشخص اللي هياخدهم ويدلهم على الطريق لبر الامان، بس المفاجاه ان ما كانش فيه ولا حارس. ولما كريسبين بينفخ في البوق علشان حد يخرج يفتح لهم بيتفاجئ برؤوس الجنود اترمت لهم من فوق الاسوار. ولما باب القلعه بيتفتح بيشوف شيطان ضخم جدا من جنود الظلام لدغدامور خارج بعد ما دمر القلعه وقتل كل اللي فيها، وبيبدا بقى يطارد المجموعه علشان يقتل امبر. الغريب في الموضوع هو ازاي الشياطين عرفوا المكان اللي هم رايحينه وسبقوهم، بل وعملوا لهم فخ كمان هناك الا اذا كان لسه في جاسوس في القصر. ساعتها الوحش الظلامي ده بيطاردهم وبيقتل كل الجنود ومبقاش فاضل غيرهم الخمسه، وامبر وارتيريا بيهربوا على مويل وسيفالو يشتتوه، وبيتفاجئ ويل انه مش عارف يستخدم العقيق فبيهرب بسرعه على الغابه هو وسيفالو. بس لما بيلاقوا ان الوحش سابهم وراح يطارد امبر، سيفالو بيجرح ايد ويل وبيقول له ان ريحه الدم بتجذب الشياطين، وفعلا الوحش الشيطاني ده بيرجع يطاردهم بكل عنف وبيستدرجوه للارض اللي فيها السم وبيعملوا له فخ هناك، واول ما بيقرب بيرموا عليه متفجرات ويفجروه ويمشوا يدوروا تاني على امبير. وفي الوقت ده في القصر كان اندر حرر سلانتر وراح معاه علشان يدله على الطريق، اما اخوه فدخل للملك يقول له على اللي حصل، بس الاول بيعتذر له على كلامه معاه وانه كل شويه بيتهمه بالجبن والخوف، وكان عاوزه يتنازل له عن العرش، بس الملك كان رافض لانه شايف انه غير مستعد وما ينفعش انه يتنازل عن العرش في وقت الازمه دي. وساعتها اول ما الملك بيقرب منه ابنه بيقتله بخنجر وبيتحول لهيئه الملك، وبيطلع انه الشيطان اللي بياخد هيئه اي حد، وان دي كانت خطتها علشان تقلب العيله المالكه على بعضها. وتاني يوم كان ابن الملك راح يقابله، وقتها الملك كلامه بيتغير واحنا طبعا عارفين ليه، وبعد ما كان بيدافع عن لانون بدأ يهاجمه ويشككهم فيه وانه خدعهم وخبى عليهم الحقيقة بتاعة السيف المسحور المدفون تحت القصر، وان هو السلاح الوحيد اللي يقدر يقتل دغدامور. وساعتها اريون بيصدق الملك وبيروح يدور في القبو اللي تحت القصر على السيف ده. في الغابة كانت قامت عاصفة ثلجية ومش عارفين الطريق الصح، خصوصا الطريق اللي المفروض كانوا يمشوا فيه بيتفاجئوا بيه مقطوع. ساعتها سيفالو بيقترح عليهم انهم بدل ما يلفوا حوالين الجبل ورحله هتاخد لها كام يوم يعبروا الجبل نفسه من مسار ضيق على حافه الجبل اختصارا للوقت وهيوصلهم لمدينه بايكون. وكريسبين ما كانش مصدقه لانه كان فاكر ان قلعه بايكون مجرد قصه خياليه، بس سيفالو بيقول له انها حقيقيه بما فيه الكفايه لدرجه ان اهله ماتوا متعذبين في زنازينها. وبيكملوا رحلتهم بعد ما امبر بتثق في كلام سيفالو وما كانش قدامهم وقت طويل يلفوا حوالين الجبل. وقتها ويل بيسيب اثر دمه على الشجره وهو مش واخد باله، ما يعرفش ان الشيطان اللي فاكر انهم قتلوه لسه عايش ورجع يطاردهم ويتتبع ريحه دمه لاخر الارض. في الوقت ده كان دغدامور سيطر على روح باندن وحبسها في العالم بتاعه، ولما قالنهم بيحاولوا انه يتواصل مع باندن وبيلمس ايده، فجأة الظلام اللي كان مسيطر على باندن بينتقل لألانون ويخليه ينتقل لعالم الظلام ويشوف دغدامور وهو بيهدده انه يسيطر على باندن ومش هيسيب سحره يخرج من ايده ابدا. في اللحظة دي كان اريون جاي يتكلم مع ألانون، ولما بيشوفه على الحالة دي بيصدق كلام الملك وانه استسلم لغواية الشيطان دغدامور. وبعدها كانت بتساعد اريون وتوصله للانفاق اللي مدفون فيها السيف المسحور.
في الوقت اللي كان أندر وسلانتر في طريقهم على الجبل، وسلانتر بيلاقي مجموعة من الأقزام أتباعه مقتولين بوحشية، فبينزل يترحم عليهم وياخد خنجر ويهجم بيه على أندر ويهدده وبيهرب منه بعدها. أمبر بقى كانوا في الوقت ده على حافة الجبل ووصلوا لقلعة بايك، ولما بيدخلوها بيلاقوا إنها مهجورة ما فيهاش غير واحد بس من الجان ومعاه بنته، وبيرحب بيهم مع إن شكله ما كانش يطمن وكان فيه وراه سر. ولما بنرجع لأريون وكات كانوا وصلوا للقبو اللي فيه السيف، وأول ما بيلمسوا حرف معين من الكتابات اللي على الحيطة بتتفتح الخزنة ويخرج منها السيف. ساعتها بقى كان ريمو حارس القلعة بيحضر العشاء للمجموعة، ويدوب بياكلوا من هنا وبيغمى عليهم من هنا. ولما أول بيفوق بيلاقي نفسه في أوضة لوحده، وماج البنت الصغيرة بتحرسه. لما بيسمع صوت أصحابه بيستنجدوا ويصرخوا بيخاف عليهم وبيطلب منها إنها تساعده، وهو هياخدها بره القلعة تشوف العالم وتعيش براحتها وتلعب مع أطفال في سنها. وكان ريمو كتفهم وعلاهم كلهم في وسط الزنزانة، وبياخد الأميرة وبيبدأ في تعذيبها. أما بالنسبة لألانون فبيتفاجئ باللي عملوه والسيف المظلم اللي طلعوه، واريون بيقتلوا بيه وبيخليه يتبخر. وبنعرف ان ريمو ده كان ضابط مخابرات في جيش الجان، وكان بيعذب المساجين لغايه ما يطلع منهم الحقيقه كامله. ومع الوقت بقى الموضوع اصبح تسليه، وما صدق ان حد دخل القلعه علشان يعذبه. وهو مشغول بتعذيب امبر وبيركب جهاز في ايديها علشان يسحب ضوافرها بالبطيء، كانت ارتيريا اتحررت وساعدت الباقيين. ويل بالاتفاق مع ماج بيهجم على ريمو وبيطعنه بالخنجر اكتر من مره، وبيحرر امبر وبيهربوا كلهم وبياخدوا البنت الصغيره معاهم زي ما ويل اتفق معاها. ده غير انهم كانوا محتاجينها علشان تدلهم على الطريق. في الوقت ده كان أندر ماشي تايه في الجبل مش عارف الطريق الصح، لما بيتفاجئ ان سلانتر رجع لهم وبياخدهم ويدلهم على قلعة دغدامور. وهناك بيتفاجئوا بأعداد مهولة لا يمكن جيش الجان يقدر يهزمهم لوحده. وفي القلعة بعد ما وصلوا للباب اللي هيخرجوا منه كان ريمو لسه عايش وبيطاردهم وبيرميهم بالسهام، وعلى ما ويل بيهجم عليه يقتله كان سهم جه في ماج وقتلها. وبعد ما بيخرجوا من الباب بيتفاجئوا بالشيطان اللي كان هاجمهم امبارح لسه عايش، وويل بيتفاجئ اول ما بيشوفه، وكريسبن بيضحي بنفسه على ما هم يعبروا للأمان. واول واحد بيخرج كان سيفالو وارتيريا، وبيشوفوا كابل متوصل بين حافة الجبل ده والجبل التاني فبيتعلقوا فيه وبيعبروا للناحية التانية. بس لما سيفالو لقى ان الشيطان بيطاردهم وهيقتل الكل بيحاول يقطع الكابل قبل ما امبر وويل يعبروا عشان الشيطان ما يعديش ويقتله معاهم. بس ارتيريا مش بتوافق على كده وبترجع تاني لامبر وتتعلق معاها هي وويل علشان يعبروا سوا. وفي اللحظة دي كان الوحش اتحكم في الكابل وما بقوش عارفين يتحركوا ولا يوصلوا الناحية التانية. وفجأة ويل بيخرج العقيق ويستخدم سحر ويسلطه على الشيطان ويقتله، بس كلهم كانوا وقعوا في المنحدر بعد ما الكابل اتقطع من تقلهم. وبعدها بكام ساعة ويل بيفوق يلاقي نفسه في النهر وجثة الشيطان جنبه، ولما بيمشي في الغابة يدور عليهم بيتقابل مع شاب كان متصاب وبينزف. بس أول لما بيشوف ويل بيهجم عليه وبيتخانق معاه كان هيقتله لأنه كان فاكره صياد جان، لأن صيادين الجان هما اللي كانوا بيطاردوه من شوية وقطعوا له ودنه. بس ويل بيطمنه إن هو كمان نص جن وإنه مش هيضره ولا حاجة، بل بالعكس بيطلب مساعدته. وفي القصر كان أندر رجع للملك وقال له على اللي شافه، والملك بيأمره هو وأخوه إنهم يروحوا سوا لقلعة دغدامور ويقتلوه بالسيف المسحور. في الوقت ده كانت أمبر فاقت في مكان تاني من النهر وشافت صيادين الجان، بس ارتيريا بتلحقها في آخر لحظة وبتحذرها منهم. ألانون بقى كان في الكهف على الصخرة المسحورة وبيعالج جروحه بنار السحر، في الوقت اللي كان أمبر وارتيريا في الغابة بيطاردهم صيادين الجن. ولما السيف بتاعها بيقع منها بتسيبه وتهرب، وصيادين الوحوش بيعرفوا إنها من العيلة المالكة وبيرجعوا المعسكر علشان يجيبوا العصابة كلها ويطاردوهم في الغابة كلها. بس أمبر وارتيريا وهم بيهربوا بيقعوا في حفرة ويلاقوا نفسهم في مدرسة قديمة من زمن البشر قبل الحرب والدمار اللي قضى على العالم بكل التقدم اللي كان موجود، وبيبدأوا يدوروا على مخرج من هنا قبل ما صيادين الجان يوصلوا لهم. ولما بنرجع لألانون فكان في حالة حرجة، وبيشوف المعلم القديم بتاعه بريمن اللي بيعالج جرحه بسحر أزرق وبيديله رمح سحري وبيقول له إن باندول لازم يتدرب علشان هيكون هو الكاهن الأخير. وأول ما ألانون بيتعالج بسحر بريمن عينيه بتتوهج بنور أزرق وبيشوف كل اللي هيحصل. في الوقت اللي كان ويل مع الجني اللي ساعده من شويه وبيتسحبوا لغايه ما بيوصلوا عند معسكر الصيادين، وبيتعاون معاه لغايه ما بيكتفوا واحد منهم وبيهددوه علشان يقول لهم على المكان اللي راحوا باقي الصيادين. والصيادين اصلا وقتها كانوا وصلوا لامبر وارتيريا خلاص، وبيرتق الشاب الجني بيقتل الصياد ويحرر التنين بتاعه من القفص ويطير بيه هو وويل ويروحوا ينقذوا امبر وارتيريا اللي كانوا بيدوروا على مهرب. وبالصدفة أمبر بتشوف خريطة على الحيطة عليها صورة المكان اللي شافته في رؤياها واللي المفروض تاخد البذرة له، بس الصيادين كانوا قبضوا عليهم وبيخرجوهم من الحفرة لما فجأة بيظهر ويل بالتنين وبينقذ البنتين. وفي آخر لحظة وهم بيسحبوهم بره كانت واحدة من الصيادين رمت على ارتيريا سهم ووقعتها تاني، وساعتها كانوا الأخين الملكيين وصلوا القلعة بتاعة دغدامور وبيشوفوا روح باندول بس مش بيعرفوا يحرروه. وفجأة بيظهر لهم دغدامور وبيقول لهم على الفخ اللي نصبوا لهم أصلا، وإن الملك اللي في القصر ده شيطان من أتباعه والملك الحقيقي مات، وإن السيف ده مش هو اللي بيقتله، لا بالعكس ده معمول من السحر الأسود وبيدي قوة للظلام والوحوش.
وإنه استغلوهم علشان يرجعوا له، ومرة واحدة بيطعن بيه أريون وبيقتله. وفي اللحظة دي كان ألانون وصل، وبالرمح السحري اللي معاه بيضرب الأرض بقوة وهو بيقول تعويذة سحرية بيتحبس بيها دغدامور في قبة من السحر ما بيعرفش يخرج منها، وبيحرر روح باندون. ولما أندر بيرجع القصر بيقرب من الملك المزيف وبيطعنه في لحظة ويقتل الشيطان المبدول، وبكده يبقى هو الملك. أما أرتيريا فكانوا الصيادين أخدوها وراحوا مستعمرة بشرية وبيبيعوها هناك لواحد اسمه طاي ومعاه الخريطة اللي كانت معاها. في الوقت ده كانت أمبر بتتخانق مع ويل علشان يرجعوا ينقذوا أرتيريا، وبيلحقها قبل ما تقع في فخ من بتوع الجبابرة. وبعد ما ألانون اطمن إن باندن رجع لطبيعته بيقول له إنه لازم يدربه، إنه هيكون الكاهن التالي علشان ده قدره، وإنه لو ما اتدربش زي ما ألانون بيقول له دغدامور مش هيسيبه غير لما يسيطر على قوته وسحره المبصر. ساعتها كانت أرتيريا فاقت ولقت إن الطاي عليها وكانت بتحاول تهرب، بس هو بيطمنها إنها لما تتعافى تقدر تمشي وقت ما تحب لأنه اشتراها علشان يحررها وبس. وفي الغابة كان ويل وأمبر سمعوا صوت فبيجروا بسرعة يشوفوا إيه اللي حصل، وبيلاقوا سيفالو وقع في فخ الجبابرة وبيترجاهم إنهم يحرروه مقابل إنه يدلهم على مكان أرتيريا. وفعلا أمبر بتصدقه وبيحرروه. وبالنسبة لأرتيريا فكانت مع الطاي بيعلمها الرماية وإزاي تستخدم مسدس. وفعلا سيفالو كان صادق معاهم وبيدلهم على المستعمرة البشرية اللي فيها أرتيريا، وبيسيبهم هناك وبيمشي وبيقول لهم إن مهمته كده انتهت لحد هنا. الغريب بقى ان البشر اللي كانوا عايشين في المكان ده بشكل ما يدلش انهم خايفين من الجبابرة والوحوش اللي في الغابة، وكان في حاجة مريبة وراهم. وبالليل كانوا عاملين حفلة والكل مبسوطين، وويل وامبر بيتسحبوا ويدخلوا يتنكروا زيهم علشان يوصلوا لارتيريا ويخرجوا سوا. في الوقت اللي كان سيفالو في الغابة وبيلاقي الصيادة اللي كانت قبضت على ارتيريا مغمى عليها، فلما بيقرب يتأكد هي عايشة ولا ميتة حد بيجي من وراه وبيقبض عليه. وعلى ما ويل كان وصل لارتيريا كان تأثير طاي ظهر عليها وبترفض انها تمشي مع ويل، وكان رأيها اتبدل تماما. وشويه وكان طاي قبض على امبر وويل علشان هما من الجان. بس لما ارتيريا بتلاقي ان طاي كان بيكذب عليها وكان مفهمها انه بعت كشافه يدوروا على اصحابها، بتعرف انه بيخدعها وبتروح تسرق الخريطه بتاعتها اللي كان اخدها. وفجاه بتلاقي واحد متصاب بينادي عليها وبيقول لها انها لازم تكمل الرحله مع امبر لان دمها هو المفتاح. وساعتها ارتيريا بتخاف منه مش بتفهم معنى كلامه، وهي خارجه بقى بتلاقي طاي في وشها وبتضحك عليه وبتاخد المسدس منه وتهدده بيه لغايه ما بتهرب. في الوقت اللي كان سيفالو وويل وامبر الناس كتفوهم على اول الغابه وسابوهم كتضحيه للجبابره علشان يسيبوهم يعيشوا بسلام. المشكله بقى ان الجبابره كانوا بيقربوا خلاص وهيقتلوهم لولا ان ارتيريا بتظهر في اخر لحظه وتنقذهم. بس كان طاي طاردها وجي وراها وبيضرب عليهم نار علشان ما يهربوش، بس بيهربوا فعلا بمساعده سيفالو، والجبابره بيهجموا على طاي وبيقتلوه هو واللي معاه. وبعدها كانوا الثلاثه وصلوا لمدينه سان فرانسيسكو الغابره بعد ما كانت متدمره بسبب الحرب بين الاجناس اللي قضت على كل شيء. واللي بيكتشف ان بار الامان اللي المفروض يوصلوا له موجود في نفق تحت الارض. في الوقت اللي كان ألانون بيساعد باندن على انه يتواصل مع امبر ويعرف هي فين، بس وقتها باندن ما كانش عارف يستخدم قوته لسه وبيتخانق مع ألانون علشان بيضغط عليه. ولما بنرجع لتلاتة كانوا ماشيين في النفق بيتفاجئوا بمجموعه من الجبابره نايمين في النفق ومش هيعرفوا يعبروا منه بسهوله، بس ارتيريا بتقول لهم انهم يتعلقوا في المواسير في السقف ويعبروا بهدوء وكده الجبابره مش هيحسوا بيهم. وفعلا ارتيريا وامبر بيعدوا بسلام. وويل بقى من حظه انه هو معدي بيقع منه العقيق فبيتسحب بهدوء لغايه ما بياخدوا تاني من على الجبابره وهم نايمين وبيعدي وقلبه في رجليه من الرعب. وفي المدينه الفاضيه في القصر الملكي كان الملك اندر بيطلب من قاده الجيش انها تروح برساله لسلانتر علشان يتحدوا سوا ويحاربوا جيش الشياطين سوا ويدافعوا عن المملكه. وبعدها كان اندر بيتدرب مع الجنود على القتال، ولما بيتواجه مع باندن كان دغدامون اتحكم فيه وبيخليه يتقاتل بقوه علشان يقتل الملك. بس ألانون بيلحقوا في آخر لحظة بعد ما كان سيفه نازل على رقبة الملك وهيقتله لا محالة. ألانون بيدافع عنه بيقول إنه مش في حالة طبيعية وبياخده علشان يتفاهم معاه ويعرف منه شاف إيه وهو بيقاتل أندر. في الوقت ده كان ارتيريا وصلت لأوضة غريبة مليانة بالكتابات والكتب السحرية عليها نفس العلامة اللي على ظهرها، والغريب إنها من أول ما دخلت وهي بتحس إحساس غريب إنها كانت موجودة في المكان ده قبل كده. وفي لحظة أول ما بتشوف رمز النار على الحيطة عينيها بتبقى فضي وبيغمى عليها، ولما بتفوق تاني العلامة اللي كانت في كتفها بتظهر أكتر وبتزيد وبتترسم على دراعها خريطة. وبرغم كده إلا إنها كانت حاسة بالقوة وإنها أقوى من الأول مليون مرة ومحدش بيقدر يوقفها ومحدش بيقدر يقف قدامها، وكمان بقت عارفة الطريق للنيران المقدسة اللي بيدوروا عليها وزي ما يكون الخريطة في دمها. المهم إنهم بيوصلوا للمكان المنشود، ولما ارتيريا وويل بيقفوا في المكان اللي كانت أمبر شافتهم واقفين فيه في الرؤية فجأة بيظهر وهج في الأرض وبيعرفوا إن ده مكان نيران القرابين. وفي لحظة بيظهر ساحرتين هم حماة النار وبيمنعوا أي حد من إنه يقرب منها، وبيبدأوا بقى يخدعوهم ويسيطروا على عقولهم ويقلبوهم ضد بعض. في الوقت اللي كان القصر حصل فيه انقلاب وما بقاش حد معترف بأندر ملك لأنه كان أضعف إخواته، وقائدة الجيش
كانت وصلت رسالة لسلانتر وبيرجع معاها على القصر علشان يساعده هو وكل أتباعه. ولما بنرجع لأرتيريا كانوا الساحرتين وقعوا بينها هي وأمبر وخلوهم يتقاتلوا، وأول ما أرتيريا بتنجرح في إيديها دمها بيطير في الجو، وساعتها بتفهم يعني إيه دمها هو المفتاح، وبتحط إيديها على سلاح أو إبرة بتخترق إيدها ودمها بيفتح بوابة بتظهر منها نار القرابين. بس الساحرتين ما كانوش هيسيبوا أمبر تدخلها بسلام كده. في الوقت ده كان ألانون مع باندن اللي كان دغدغمور اتمكن منه بشكل كبير جدا، وبتظهر عليه قوة سحرية غريبة لأول مرة. بس ألانون بيستخدم الرمح المسحور ضده ويخليه يغمى عليه. وسلانتر كان وصل وبيحرر أندر في الوقت اللي كانت أمبر بتحاول تدخل نار القرابين، وعشان ويلي يساعدها بيستخدم عقيق الجان ويقتل الساحرتين بيه. وبعد ما بتنجح في الدخول كانت أرتيريا أغمى عليها من كتر الدم اللي نزفته، وأمبر كانت اختفت، وويل بيجري على أرتيريا علشان يفوقها وكان فاكرها ماتت. وساعتها كانوا كلهم في القصر متجمعين وبيشوفوا آخر ورقة من الكريس بتقع، ودغدغمور بيتحرر أخيرا وبتوعد إنه يمحي الجان من على الأرض. ولما أمبر بتدخل نيران القرابين بتنتقل لواقع تاني، وبتشوف نسخة منها واقفة على شط البحر، وبتقول لها إن نيران القرابين هي طاقة الأرض نفسها واللي بتجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل. ولما أمبر بتروح تديها البذرة الألالكريس بتقول لها إنها هي البذرة. وبره كان ويل بيحاول يفوق أرتيريا وبيستخدم العقيق في إنه يفوقها تاني، وساعتها بتحط إيديها تاني على مفتاح البوابة، وويل بينادي على أمبر علشان تخرج من نار القرابين. بس ساعتها الألالكريس بتقول لها إنها لازم تضحي بنفسها طوعية علشان تنقذ العالم، وبتحذرها من مشاعرها تجاه ويل. بس أمبر بترفض إنها تتخلى عنه أو تضحي بنفسها وبتخرج. في الوقت اللي كان دغدغمور اتحرر وحشى جحافل الجيوش لا تعد، وبيبدأ يتحرك علشان يقضي على الجان، ومش بتقول اللي حصل لأي حد. وبيخرجوا هما التلاتة من النفق، بس كانوا الجبابرة صحيوا وبيطاردوهم، وبتضطر أرتيريا إنها تشتت الجبابرة على ما ويل وأمبر يهربوا. أما باندن فكان استغل كاتينيا في إنه يهدد بيها الحارس علشان ياخد مفتاح السلاسل اللي متقيد بيها، وفعلا بياخدها وبيقتل الحارس بوحشية وبيهرب. ولما أمبر وويل بيوصلوا الغابة وخلاص بينهم وبين القصر مسافة قصيرة، بيتفاجئوا إن الغابة مليانة بجيش دغدغمور ومش هيعرفوا يعبروها بسلام، فبيقرروا يستخبوا في كهف لغاية ما الدنيا تليل ويبقوا يعدوا في ظلام الليل. بالليل بتبدأ الحرب بين الجان والشياطين، وكانت معركة عنيفة ووحشية جدا، وويل وأمبر بيستغلوا الفرصة دي وبيبدأوا يعبروا الغابة. بس لما الشياطين بيحسوا بيهم كان في خطر عليهم. ويل بيستخدم عقيق الجان وبيجي ألانون ويساعدهم ويقتل كل الشياطين اللي كانوا بيطاردوهم، وبيساعد أمبر وويل في إنهم يدخلوا القصر. وفي المعركة أندر بيتفاجئ بأخوه أريون والظلام اللي بيتحكم فيه ولابسه كيان شرير وبيحاربوا في جيش الجان ويقتل فيهم بالسيف الأسود المسحور، بس أندر بيقتله وبيحرره. في الوقت اللي كان ألانون بيتقاتل مع دغدغمور وبيحاول إنه يتغلب عليه بالرمح السحري، بس سحر دغدغمور الأسود كان أقوى وبيضعف ألانون. وبنتفاجئ إن في الوقت ده أمبر هي البذرة، وفي اللحظة اللي هتضحي بنفسها الشجرة هترجع للحياة. وفجأة دغدغمور كان اقتحم القصر والحديقة السحرية وبيرمي ألانون على الأرض بعد ما استنزف قوته، وويل بيدافع عنهم باستخدام العقيق وبيعطله لغاية ما أمبر بتدخل الشجرة وألانون بيقف ويطير راس دغدغمور. وفي اللحظة اللي كانت أمبر اندمجت مع الشجرة والشجرة رجعت لها الحياة تاني، وكل أوراقها نبتت تاني، وكل جيش الظلام اختفوا واتبخروا. بعدها أندر لما بيدور في ساحة القتال على السيف المسحور وجثة أخوه مش بيلاقي ليهم أي أثر. في الوقت اللي بنشوف باندن سيطرت عليه قوة الظلام وراح لنفس المكان اللي فيه دغدغمور. وفي آخر مشهد بنشوف أرتيريا الغيلان أو الجبابرة واخدينها على مكان، وزعيمهم بتتفاجئ إنه بشري وشخص عارفاه مش وحوش زي ما كانت فاكراه، وإنهم متنكرين كده علشان يتحركوا من غير تهديد. وبيطلع إن الشخص ده هو كوغلاين اللي كان بيربيها زمان وتعهد لأمها إنه يحميها، وبيعرض عليها إنها تنضم ليهم وتعيش معاهم في أمان. وبعد سنة كانت أرتيريا لسه عايشة ضمن جماعة كوغلاين وبيجمعوا أغراض من المباني المتهدمة، بس فجأة بيطاردهم مجموعة من الغيلان الحقيقيين، وأرتيريا بتهرب منهم وبتشتتهم بعيد عن المجموعة لغاية ما بتقتلهم كلهم في الأفخاخ اللي وقعتهم فيها. بس وهي على الكوبري بتتفاجئ بوحش تاني هجم عليها مرة تانية وقعها في النهر. وساعتها أرتيريا بتشوف أمبر بتحذرها وبتقول لها إن ظلام جديد هيظهر في العالم ولازم تلاقي ويل لأنهم هما الاتنين هيقدروا يتغلبوا عليه. ولما بتفوق بتلاقي ليريا رجعتها المقر بتاعهم. ولما أرتيريا بتقول لكوغلاين على اللي شافته وهي في المية، هو بيشكك فيها وبيقول لها إنها زمانها كانت بتهلوس بس بسبب الغرق، وإن زمان ويل وأمبر عايشين حياة سعيدة دلوقتي. في الوقت اللي كان ويل في معسكر لمعالجة الجرحى اللي كانوا بيجوا بسبب هجمات الجنرال ريغا اللي كان بيطارد أي حد بيمارس السحر وبيقتله. وساعتها بتيجي بنت اسمها مارس بتسحر ايديها على انها مصابة علشان ويل يعالجها، بس بنلاحظ انها مركزة معاه وبتراقبه ومش مصابة ولا حاجة. في الوقت اللي كان باندن راح هو وخدمة الظلام لقلعة الظلام في أقاصي الجبال الثلجية، ولما بيدخلوها باندن بيبدأ التعويذة بتاعته ويحول واحد من الأتباع ويديه قوة الأفعى،
وبعدها بيفتح بالسيف المسحور صخرة كان فيها قلب سيد الظلام علشان يرجعه للحياة. فجأة بيوصل ألانون وبيقتحم القلعة وبيتقاتل مع باندون لما أتباع الظلام بيشربوه دم سيد الظلام بعد ما قلبه ابتدى يدق من جديد. فجأة بيتحولوا وبتظهر عليهم قوة جديدة وغريبة، وباندون بيتغلب على ألانون في القتال وبيرميه من باب القلعة. وبنتعرف على جنرال ريغا، حاكم شرير وقوي بيكره كل السحرة والجان، مع انه واحد منهم وبيكافئ واحد من الناس عرف منه مكان عم ويل لانه كان بيدور عليه وعاوز يوصله باي طريقة علشان يقتل اخر سبيل لشانارا. وقتها كان باندون برضه بيبعت اتباعه يدوروا على ويل علشان يقتلوه. وويل كان محبوس في الماضي مش بيفكر غير في امبر وفاكر ان الحرب خلصت لما هي ضحت بنفسها وما كانش يعرف ان الظلام جاي تاني. في الوقت ده ارتيريا بتعرف من ليريا ان كوغلاين مخبي عليها سر وان ويل كان جاي يدور عليها بس هو كذب عليه وقال له انها اختفت وما يعرفش مكانها. وبتتاكد لما تلاقي السلسله بتاعت ويل في درج مكتب كوغلاين. ولما بنرجع لويل كان في المطعم وبيتخانق مع 2 من الصيادين كانوا بيدوروا عليه علشان ياخدوا المكافاه، بس مارس بتساعده لغايه ما بيتغلبوا عليه وبترجعه على الخيمه بتاعته وبيعالج نفسه بعقيق الجان. ارتيريا كانت هربت هي وليريا بس للاسف بيقعوا في فخ مجموعه من الرحاله. وتاني يوم كان ويل ومارس بيهربوا من اتباع سيد الظلام اللي كانوا بيطاردوهم علشان يقتلوا ويل لان هو الوحيد اللي هيقدر يقتل سيد الظلام بسيف شانارا وينهي على السحر الاسود من الارض. والاتنين ما كانش قدامهم غير انهم ينطوا من على الشلال وبيدخلوا كهف قريب كان ويل عارفه وبيجي يقعد فيه كل ما يكون متضايق، وبيستنوا شويه لغايه ما بيطمنوا ان الاشرار اختفوا. في الوقت اللي كان واحد اسمه جاكس من جنود الملكه بيظهر فجاه ويقتل الرحاله كلهم ويخطف ليريا وبيضرب ارتيريا وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف ألانون وأندر وسلاندر راحوا مملكة ليا علشان يتفاوضوا مع الملكة ويتحدوا لمواجهة الظلام اللي جاي. وبنتفاجئ إن ليريا تبقى بنت الملكة نفسها، والملكة بتفرض عليها إنها تحضر الاحتفال الترحيبي بالملك أندر وألانون. بس في نفس الوقت كانت أرتيريا اقتحمت القصر ودخلت تهاجم جاكس علشان تعرف مكان ليريا، وساعتها بيقول لها الحقيقة وإنها تبقى الأميرة. وأندر بيتفاجئ بالملكة بتطلب منه يتجوز بنتها ليريا علشان المملكتين يتحدوا وتساعدوا. وبعد ما الاحتفال بيخلص كانت ارتيريا راحت تطمن على ليريا وبتواجهها بالحقيقه اللي عرفتها. بس فجاه بيدخل رجاله الجيش وبياخدوها للمملكه، بس ارتيريا بتطلب من ليريا انها تبلغ اندر انها موجوده في القصر وهو يتصرف. في نفس الوقت اللي كان باندون ناقص يعمل المستحيل علشان يعرف مكان ويل ويقتله، وبيكتف واحد من الاقزام اللي كانوا بيساعدوا ويل وبيقرا افكاره علشان يعرف مكانه، بس بيلاقي انه فعلا ما يعرفش هو راح فين، وكل اللي بيعرفه ان له عم في قريه قريبه، فبيخمن انه اكيد راح هناك علشان يطمن عليه ويحميه. وقتها كان ويل فعلا مع عمه وبيعرف منه حقيقة أبوه وإنه مقاتل قوي، بس إحساسه بالندم هو اللي قضى عليه علشان يتخلى عن مهمته في النهاية. وأندر كان عرف بوجود أرتيريا وحررها من جنود الملكة، وساعتها بتقول لألانون إن الألالكريس كلمتها وأمبر قالت لها إن لازم ويل يروح للشجرة علشان يعرف مهمته الجاية. وساعتها ألانون بيعرف إن سيد الظلام هيرجع تاني فبيتحرك بسرعة وبيروح يستعد علشان يمشوا، بس بيتفاجئ بالجنرال ريجا اللي بيحاول القبض عليه. ولما ألانون بيستخدم السحر ضده علشان يخلص منه ويروح يشوف الكارثة اللي هتنزل على العالم دي، بيتفاجئ إن ريجا منيع ضد السحر ومش بيأثر فيه. وفي لحظة بيضرب ألانون ويفقده الوعي وياخده على القلعة في الجبل. وكانت أرتيريا بتراقب في هدوء وبتخلي كاتينيا تروح تبلغ الملك أندر باللي حصل، بس من حظها إنها بتقع في إيد واحد من الجنود الخونة واللي كان عامل إنه صاحب أندر، ولما بيعرف هي كانت هتقول له إيه بيقتلها. في الوقت اللي كان ويل في بيت عمه بيتفاجئ بظهور اتباع الظلام، ولما مارس بتشتت مجموعه منهم كان باندون اللي بيقرا افكاره وبيبدا انه يوقع بينه وبين ألانون ويشككوا فيه وانه بيلعب بيهم زي بيادق الشطرنج مش اكتر. ومره واحده بيتحكم فيه وبيعلقوا على الحيطه ويهددوا انه قدامه يومين 2 ويرجع له بنجومه سيد الظلام والا هيقتل عمه، ويخلي الشيطان اللي معاه يخطف عمه ويمشي. بعدها كان ريجا اخد ألانون على القلعة اللي في الجبل وكان ملبسه طوق في رقبته بيمنعه من انه يستخدم سحره، وبيبدأ بقى انه يهدده ويعذبه علشان يقول له على مكان المخطوطة والكتاب السحري علشان عاوز يدمره وينهي على السحر اللي في الأراضي ال4. وفي الوقت اللي كانت أرتيريا وصلت لويل ومعاها جاكس، ولما بيعرف ويل بالقلعة اللي ألانون اتاخد ليها بيقنع جاكس انه يوصله هناك. وريجا كان بيستخدم كل أساليب التعذيب على ألانون اللي بقى في الحالة دي مجرد بشري من غير أي قوة سحرية. ولما بيحاول يقنع ريجا ان السحر اللي هو عاوز يقضي عليه ده هو اللي هيتغلب على اللورد وارلوك، ريجا مش بيهتم بيه لانه منيع من السحر وشايف انه يقدر يتغلب على اي حد حتى لو كان سيد الشعوذة والظلام. ولما ويل وجاكس وارتيريا ومارس بيوصلوا عند القلعة، ويل بيقنع جاكس انه يكتفه ويضربه وبيدخل بيه القلعة على انه قابض عليه وراح ياخد مكافئته بما انهم كانوا بيدوروا عليه. بس قبل ما بيدخلوا ارتيريا بتديله 3 كور صغيرين بقوة قنبلة ضخمة. وبعد ما بيدخلوا القلعة فعلا الحراس بيحبسوا ويل في الزنزانة، وقائد الحرس كان أخد عقيق الجام من جاكس لأنه عرف مدى قوته. وأول ما الحراس بيقفلوا على ويل الزنزانة بيحرر نفسه بواحد من الكور بيفجر قفل الباب وبيخرج يقتل الحارس.
في الوقت اللي كانت ارتيريا ومارس عند نفق موصل للقلعة وبيقتلوا الحراس علشان يدخلوا. اما ويل فكان دخل الزنزانة لألانون وبيحرروا، بس وهم خارجين بيتفاجئ بريجا في وشه وبيكتفهم هما الاتنين وبيبدأ يعذب ويل علشان يضغط عليه انه يعترف بمكان المخطوطة السرية. ولما ألانون بيرفض، ريجا بيوصل إبرة في جهاز في وريد ويل وبيبدأ يصفف دمه علشان ألانون يضعف ويقول لريجا اللي هو عايزه. في الوقت اللي كانت ماريس وصلت للرمح السحري لأبوها واتحكمت فيه، وبيروحوا يدوروا على ألانون، وعلى ما بتدخل الزنزانة وبتحاول تهاجم ريجا بتلاقيه منيع من السحر، فبترمي عليه النار ويغمى عليه، وبيحرروا ويل وألانون اللي كان متفاجئ إن في حد قدر إنه يتحكم في الرمح بتاعه. المهم انهم بيخرجوا من القلعه وبيتقاتلوا مع الجنود ويقتلوهم واحد واحد، على ما ألانون بينجح في النهايه انه يفتح البوابه بسحره القوي ويخرجوا على اخر لحظه قبل ما ريجا يضربوا بالسهم في ظهره. بعدها كانت الملكه في مملكه ليا اتفاجئت وهي ماشيه في القصر بالجوهره اللي على رقبتها توهجت فجاه، وساعتها بتلاقي باندان ظهر لها من الحيطه بيفكرها بالعهد والصفقه اللي كانت عملتها مع وارلوك سيد الظلام زمان قبل الحرب اللي فاتت، وان لما يرجع للحياه هيكون واجب عليها تنفذ الصفقه من طرفها بانها تسلمه ينبوع السحر، وبيهددها ان الاتفاق لازم هيتنفذ برضاها او غصب عنها. في الوقت اللي ألانون بيعرف ان مارس تبقى بنته، بس ما كانش عاوز يصدق علشان ما يتعلقش بيها ومشاعره تجاهها تضعفه وتبقى هي نقطه ضعفه. ولما بنرجع لباندان كان معاه عم ويل اللي كان بيحاول يفهمه الحقيقه، وان اللي بيدور عليه عمره ما هيلاقيه عند وارلوك سيد الظلام، وان وارلوك بيخدعه وان هينتهي بيه الحال في النهايه تابع مالوش لا اراده ولا غيره. ساعتها لما باندان بيقول له ان ألانون نفسه هو اللي استغله وضحى بيه ووصله للنقطه دي، بيتجادلوا بقى على الخير اللي في الناس وان اللي بيعمله هو الصح، وعشان يثبت له وجهه نظره بيروحوا على مزرعه قريبه وبيطلبوا من اصحاب المزرعه انهم يرتاحوا في بيتهم، وفعلا الراجل بيرحب بيهم. وألانون وويل وماريس بيروحوا بعدها على المكان او الكهف اللي مدفون فيه سيف شانارا، واللي هو السلاح الوحيد اللي ممكن يقتل وارلوك. اما ارتيريا وجاكس فكانوا رجعوا للملك اندر علشان يبلغوه بالخيانه اللي من اتباعه، وارتيريا بتقول له انها كانت بعتت له كاتانيا علشان تبلغه باللي حصل، وهنا بيعرف ان صاحبه خاين فبيرجع لسلانتر علشان يساعده في التاكد. بعدها بينصبوا له فخ ويتاكدوا انه بيخدم الجنرال ريجا من زمان. في الوقت اللي كان ألانون والباقيين في الكهف بيدوروا على السيف وبيتفرقوا علشان يوصلوا له اسرع، وباندان كان وقتها بيتغدى مع اصحاب البيت اللي هم فيه، لما بيقولوا له على اصحاب البيت اللي قدام وان ابنهم كان ساحر وشخص سيء لدرجه انه كان متكتف طول الوقت ومحبوس في اوضه. وساعتها باندان بيقول لهم ان ده بيته وان الكمامه دي كانت بتاعته، انه حاول ينقذ عيلته من الشر بس ما قدرش، وانتقاما منهم على كلامهم عليه بيقتل الولد الصغير بالكمامه الحديد القديمه بتاعته. وهو ماشي في الكهف بيدور على قبر ابوه اللي موجود في السيف، وبيهجم عليه وحش زي العنكبوت عايش في ظلام الكهف من سنين وبيكتفه وبيحبسه في شرنقه وبيبدا يتغذى عليه لغايه ما ألانون بيلاقيه وبيهجم على الوحش ويقتله. وكان ويل اتحرر في لحظتها وبيقضي على الوحش بعقيق الجان. والاميره ليريا كانت قررت تلعب لعبه امها، وبدل ما تبقى مجرد عروسه بتحركها وبتلعب بيها بتشترط عليها انها تسيبها وتتعامل معاها كملكه مقابل انها تتجوز اندر وتسيطر على مملكه الجان. اما ويل فكانوا وصلوا اخيرا لقبر ابوه ولقى جثمانه على الصخره بجانب سيف شانارا السحري، وبيعرف ان ده السيف اللي كان لقاه في المخزن زمان وهو صغير وكان بيلعب بيه، بس ابوه ضربه لما لقاه اخده علشان خطر جدا انه كان يقرب منه وممكن يأذي نفسه، خصوصا انه مش عارف قوه السيف ده. وساعتها ويل بياخد السيف وألانون بيقول له ان قوه السيف بتيجي من جواه وانه عارف حقيقته ومسعاه ومتاكد منه. في الوقت اللي كانت ارتيريا في الغابه بيطاردها مجموعه من جنود ريجا وهي بتتغلب عليهم كلهم وتقتلهم، وفجاه بيظهر كوغلاين وبياخدها معاه للمملكه لان مصير العالم دلوقتي معتمد عليهم. وارتيريا بتتفاجئ من الطريقه اللي كوغلاين بيتكلم بيها، وبعدها ويل وألانون بيروحوا قلعة بارنورا علشان يحرروا عمه. وساعتها بيتخانق مع ماريس علشان مش راضي انها تدخل معاهم وبيقل من قدراتها وانها مش بنته، فماريس بتزعل وبتمشي وبتسيبهم. ولما كوغلاين كان وصل للقصر وقابل الملكة بيحصل بينهم جدال لان دلوقتي الصفقة اللي عملتها زمان علشان تحمي شعبها لما اتفقت مع سيد الظلام ان الحرب ما تأثرش عليها هي ومملكتها، وانهم يزدهروا في الوقت اللي كانت باقي الممالك بتعاني من الحروب والدمار. والشرط بتاع الاتفاق بقى من ناحيتها لازم تنفذه دلوقتي، لان بالشكل ده وارلوك راجع وهيطالب بالبئر المسحور زي ما اتفق معاها. بنعرف بقى ان البئر المسحور ده هو منبع النهر الفضي اللي ويل كان بيدور فيه زمان على الطمي السحري علشان يعالج ألانون لما الشيطان اصابه وهم على الشط مع امبر. والبئر ده فيه كل السحر اللي موجود في الارض، ولو وارلوك استحوذ عليه هيمتص كل سحر الارض ويبقى مفيش حد يعرف يتغلب عليه ابدا. ولما بنرجع لويل كان هو وألانون دخلوا القلعة ولقيوا باندان معاه عم ويل وبيسموه بالسيف المظلم المسحور علشان يجبر ويل ان يقول له على مكان جمجمة وارلوك. وساعتها ألانون بيقول له على مكان الجمجمة وبياخده علشان يديها له. في الوقت اللي كانت ماريس دخلت بهدوء ومحدش منهم شافها واستخبت، وفي اللحظة اللي بيشوف فيها باندان الجمجمة بيقرب منها بس بيتفاجئ انها وهم، فألانون بيهجم عليه وبيتقاتل معاه لغاية ما ماريس بتفعل الزنزانة السحرية وتحبسهم هما الاتنين جواها علشان تضمن ان باندان ما يخرجش منها.
بس هو كان عامل حسابه على كل حاجة، وده السبب اللي خلاه يسمم ويل علشان يكون معاه ورقة يضغط عليه بيها. وبنعرف ان الخناقة اللي كانت بين ألانون ومارس وهما جايين كانت خدعة علشان لما بندن يقرا افكارهم ما يعرفش هما ناويين على ايه. في الوقت اللي ارتيريا بتعرف من كوغلاين انها بنت اولاد ارماجادون، وان جواها الشر والظلام وتقدر تتحكم في اي حد، كل ما وارلوك بيقرب قوة الظلام جواها بتزيد. في الوقت اللي كان ألانون بيطلب من مارس انها تخرجه من الزنزانة، بس بندن كان له اليد العليا هنا وبيتحكم في ويل من خلال عمه، وانه لو خرجه من الزنزانة هيعالجه من سم السيف المظلم وبيديله فرصة انه يدور على الجمجمة ويرجع له بيها، وساعتها هينقذ عمه. ساعتها ويل بيوافق وبيقنع مارس انها تروح معاه، لان المفتاح للجمجمة لازمه شنارة ودم ألانون، وبما انها بنته فهي اللي تقدر تفتح الباب معاه. عشان كوغلاين يثبت لارتيريا كلامه بياخدها على مخبأ قريب كان مسجون فيه واحد من اتباع الظلام، وبيخليها تدخل معاه الزنزانة وتتحكم فيه. وفعلا اول ما العلامه اللي في ظهرها بتنور بتتحكم في الشيطان وتخليه ينحني ليها وينفذ كل اللي بتقوله عليه. في الوقت اللي كان ويل ومارس بيفتحوا الاوضه اللي المفروض فيها الجمجمه، واول ما الاتنين بيحطوا ايديهم على المفتاح بيرجعوا في الزمن وبينتقلوا لقريه ويل، بس في زمن ابوه من قبل ما يقابل ألانون او الحرب تبدا. وبيعرفوا ده لما بيقابلوا شيا، وويل بيروحوا معاه البيت علشان يشكرهم ويضيفهم بعد ما انقذوا حياته من الشباب اللي كانوا بيضربوه. ويل بيستغل الفرصه ويروح يدور في المخزن على الجمجمه، وساعتها هيدي امه بتشوفه وبتحصل مشكله بينها هي وشيا وبيفترقوا، فكان لازم على ويل انه يرجعهم لبعض والا عمره ما هيكون في المستقبل. وبيروح لشيا في الكهف اللي متعود يروح يستخبى فيه، وبيعرف ان شيا بدا يشوف رؤى لاشباح الظلام، وفجاه بيشوف رؤيه لهيدي وان الوحوش طردتها وقتلتها. ولما بيخرج بسرعه يدور عليها وينقذها بيظهر له واحد من شياطين الظلام وكان عاوز يقتله، بس ويل بيقتل الشيطان بعقيق الجان. وبعدها ويل بيقول لابوه الحقيقه وانه ابنه علشان يستعد لحرب الظلام اللي جايه، بس شيا ما كانش مصدق ولا مستوعب كل اللي بيحصل. وبعدها بيروحوا يدوروا على الجمجمه في الكهف، بس ويل بيفتكر خيال المآتة اللي كان بيتدرب زمان عليه وهو بيتمرن على استخدام السيف، فبيعرف ان ممكن تكون الجمجمه فيه. وألانون في الوقت ده كانت قوته بتضعف وبيفقد سحره لان الزنزانه اللي هم فيها بتمنع السحر وبتقيده، وهو اصلا كان بيموت لانه ما دخلش في مرحله السبا بعد ما اتغلبوا على دغدامورو، كان بيطالب بندن علشان يقضي عليه. ولما ويل بيروح يدور عليها مش بيلاقي حاجه فيها، بس لما بيفكر بيعرف ان الجمجمه مدفونه في الارض، وفعلا بيطلع عنده حق ولما بيحفر بيلاقيها. وعلى ما بيرجعوا القريه كان الشيطان ظهر وبيطارد شيا وكان هيقتله لولا ان ويل ظهر في اخر لحظه وبعقيق الجان بيقضي عليه، بس شيا كان اتصاب وويل بيعالجه بسحر العقيق. في الوقت اللي كانت ارتيريا في المخبأ وبتسيطر على الشيطان لغايه ما بتقتله وبتمتص قوى الظلام اللي كانت فيه، وجاكس كان وصل وشافها وهي بتعمل كده وبيعرف قد ايه هي قويه. وبعدها كان ويل ومارس رجعوا للقلعه ومعاهم الجمجمه، وحاله عمه كانت بتتاخر جدا، وعلشان ينقذوه مارس بتخرج بندن من الزنزانه علشان يلغي السم، بس بندن بيضحك عليه وبيقتل عمه علشان ياخد الجمجمه. وساعتها ويل بيغضب وبيهجم عليه بالسيف السحري وبيتقاتل معاه وكان قوي جدا، بس في لحظه بيشوف رؤيه للمستقبل وان ارتيريا هتنضم، وساعتها بندن بيتغلب عليه وبيكسر السيف اللي المفروض انه اقوى سيف على الارض. وفي اللحظه دي كانت مارس حررت ابوها من الزنزانه السحريه، وألانون بيهاجم بندن بس هو بيخطف الجمجمه بسرعه وبيهرب من القلعه بعد ما اتصاب ألانون بالسيف المظلم في كتفه. وبعد ما ويل بيدفن عمه بيتفاجئوا باصابه ألانون اللي اضعفت قواه جدا وبياخدوه بسرعه على المعالجين الاقزام. في الوقت اللي كان الزفاف بدا واندر هيتجوز ليريا، بس بيتفاجئوا بظهور ريجا وجيشه وبتقوم حرب بدل الزفاف، وفي المعركه دي بيموت اندر وهو بيدافع عن ليريا. وساعتها جاك كان وصل وبيحمي ليريا اللي الملكه سلمتها الجوهره اللي كانت معاها وبتقول لها تهرب علشان تكون في امان، وفعلا ارتيريا بتهربها بسرعه، وريجا بيهزم رجاله الملكه وبيهددهم بيها لغايه ما الكل بيستسلموا. وكان الحل الوحيد لألانون دلوقتي علشان ينقذوه ان مارس تعمل تعويذه الاحلام اللي في كتاب السحر علشان تدخل لابوها في العالم اللي محبوس فيه دلوقتي وتصحيه علشان يرجع تاني للحياه. وبالليل ارتيريا بتصحى على صوت امبر وهي بتطلب منها انها تخلي ويل يرجع لشجره الالكريس لانه الامل الاخير. وبالنسبه لمارس كانت بدات هي وويل بمساعده المعالج القزم انهم ينفذوا التعويذه بانهم يرسموا رمز معين عليهم هما الاثنين. في الوقت اللي ليريا بتعرف انها سليله ملك عجيب وهي العائق الوحيد بين وارلوك وبئر السحر، وان لو وصل لها هتكون نهايه الارض. وبندن بيروح القلعه بتاعه ريجا وبيقتل كل جنوده. اما مارس فكانت انتقلت في عقل ألانون وبتدخل حلمه وتدور عليه، وقتها بتلاقي وحش جاي بيهاجمها وألانون بيقضي عليه وبيستغرب ايه اللي دخلها حلمه. ولما بتقول له انها جايه تصحيه بيقول لها ان هو اللي اختار يدخل في الغيبوبه دي علشان يقابل حد عاوز يقابله، فكان عايز يقابل معلمه. وساعتها مارس بتروح معاه وألانون بيقابل بريمن اللي بيقول له ان لما كان بيتكلم عن اخر كاهن كان بيتكلم عن بنته مش عن بندن، وبيديله السيف بتاعها علشان تبدا مهمته من بعده. ولما الاتنين بيفوقوا كان ألانون بيفقد قواه وبينتقل لمارس، كل ما حرف من المحفورين في جلده بيختفي بيظهر على جسم مارس وبيمدها بقوه اكتر، وده معناه ان ألانون خلاص بيموت.
وبعدها ويل وارتيريا بيروحوا سوا لشجرة الالالكريس زي ما الانون اكد عليه لما عرف ان امبر ظهرت تاني لارتيريا وطلبت منها كده. بس في الطريق ارتيريا بتصارح ويل باللي حصل لها وان قوى الظلام جواها وبتتحكم فيها وخايفه انها ما تقدرش تتغلب عليها. وكانت مارس مع ابوها الانون بيدربها ازاي تستخدم السيف السحري وتستخدم السحر زيه وتتحكم فيه. في مملكه ليا كان ريجا قاعده من الملكه علشان مش راضيه انها تعترف بيه او تتعاون معاه ويبقى هو المسيطر. في الوقت اللي كان باندن رجع سيد الظلام وارلوك بعد ما جمع قلبه وجمجمته ودم الانون، واول ما بيطعن السيف المظلم في الارض بيظهر وارلوك وبنتفاجئ انه نسخه من الانون مع اختلافات بسيطه علشان ده سيد الظلام وبيخدم السحر الاسود. وباندن لما بيشوفه بيتصدم. في الوقت ده كان ويل وارتيريا وصلوا عند شجره الالاركريس واتفاجئوا ان كل الاصفياء الجداد مقتولين وكان في مجزره. وارتيريا بتقنع ويل انه يدخل وهو الشجره يقابل امبر وهي هتروح تدور على اللي قتل الاصفياء وتقضي عليه. ويل كان اول مره يشوف امبر من وقت اللي حصل وكان بيشكك في قوته وانه مش هو اللي هيقدر ينقذ العالم. وبيقولوا ان الدليل على كده سيف شانارا اللي اتكسر ومش هيقدر يقتل وارلوك بيه. وبالكلام على وارلوك كان وقتها في القلعه وبيعرف من باندن انه رجعه في جسم شبيه الانون علشان يكون خادم له، وبيطلب منه يحقق له طلب وحيد انه يرجع كاتانيا من الموت. في الوقت ده كانت مارس بتتدرب على المبارزه مع ابوها بس بتتخانق معاه علشان بيضغط عليها وبتتفاجئ انه بيفقد قواه السحريه وهيموت قريب. وفي الغابه كانت ارتيريا تتبعت جنود ريجا اللي كانوا خطفوا باقي الاصفياء وهيقتلوهم وبتقدر انها تشتتهم وتحرر كل المخطوفين قبل ما يموتوا. ولما بنرجع لباندن كان وارلوك رجع كاتانيا من الموت بس هي اول ما بتشوف باندن بتخاف وكانت عاوزه تهرب بس وارلوك بيتحكم فيها وبيخليها خادمه له. ولما باندن بيحاول يمنعه وارلوك بيتحكم فيه وبيفقده وعيه. وساعتها كان ويل في الرؤيه بتاعته بيشوف ابوه وبينصحه ويقول له يعمل ايه زي ما ويل نصحه واداله الثقه قبل كده، وبيقول له ان الطريقه الوحيده لقتل وارلوك انه يطعنه بالسيف في قلبه. وفي الوقت ده كان ريجا عرف بمكان الانون وان معاه كتاب كودوكس او كتاب السحر، وبيروح على هناك بجيشه وبيهدد الانون لو ما سلموش الكتاب هيقتل بنته قدام عينيه. في نفس الوقت كان باندن بيكتشف بالطريقه الصعبه ان كل كلام الانون كان صح وان وارلوك بيخدعه مش اكتر. وده لما وارلوك بيجبره على انه يقتل كاتانيا بنفسه علشان يكون قتل جواها اي رغبه او حب. اما الانون بينفذ رغبه ريجا وبيسلمه الكتاب بس ريجا مش بيصون وعده وبيؤمر رجالته انهم يكتفوا الانون ومارس ويولعوا فيهم علشان يقضوا على كل السحر والسحره. وويل بقى كان اخيرا شاف الحقيقه وان امبر انتهت من حياته وانها مش هترجع تاني وانه قوي والوحيد اللي يقدر يهزم وارلوك. وساعتها السيف بيرجع سليم تاني بعد ما ويل امن بنفسه. وبعدها كان ريجا رجع القلعه بتاعته ولقى وارلوك وبانجدون، ولما كان هيهاجمه وارلوك بيرسم خط على الارض اول ما بيلمسه بيتفجر سحر غريب بيقتل كل جنود ريجا. وريجا كان فاكر انه عشان منيع ضد السحر وارلوك مش هيقدر عليه، بس اللي بيحصل ان وارلوك بيتحكم في سلك حديد وبيقيده بيه وبيحبسه ببوابه القلعه وبيمسك راسه يقلعها من مكانها بطريقه وحشيه. وبياخد بعدها كتاب السحر اللي المفروض لو ايده جت عليه واتعلم اللي فيه هيكون بعدها لا يقهر. وبيروح بعد كده يدور على ليريا علشان هي المفتاح لبئر السحر. في الوقت اللي كان ويل خرج من الالالكريس ولقى كل الجنود مقتولين وارتيريا مغمى عليها وايديها غرقانه بالدم ومش عارف ايه اللي حصل. بس لما بيفوقها وبيطمنها علشان يمشوا احنا بنكتشف ان الظلام اللي جوه ارتيريا ظهر عليها مره واحده وعينيها بتتغير للون الاسود وبنعرف انها هي اللي قتلت كل دول. ولما بنرجع لانانون كان متأيد هو وبنته وجنود ريجا بيولعوا فيهم وهم صاحيين. وفجأة جاكس وسلانتر والأقزام بيهجموا على الجنود وبيحرروا ألانون وبنته وبيتحركوا بسرعة علشان يروحوا يستعيدوا الكتاب من ريجا. وقتها كانت الأميرة ليريا مع كوغلاين في المخبأ في مدينة تانية وبتعرف منه إن الجوهرة اللي أمها ادتها لها هي اللي بتحميها من إن وارلوك يشوفها ويعرف مكانها. أما ارتيريا فكانت مع ويل وبتبدأ تشوف رؤية هي كمان وإنها اتحولت لظلام وبقت واحدة من خدام وارلوك. وارلوك كان بيتواصل معاها وبيعرف قد إيه هي بقت قوية والظلام اللي جواها بيكبر وبيخلي باندن يستخدم قوته ويعرف مكانها وانها مع ويل سليل آل شانارا. وقتها باندن بيقول لوارلوك انه عاوز القوه فوارلوك بيديله الكتاب السحري. وبعد ما باندن بيقرا تعويذه منه معينه بيعرف قد ايه مدى قوته ومش محتاج حد يدله على الطريق وانه يقدر يعلم نفسه من غير ما حد يتحكم فيه. وفجاه بيهجم على وارلوك وبيستخدم سحره ضده لانه غدر بيه وبيعامله زي الباقيين بالظبط واقل كمان. بس وارلوك بيقوم وبيطعنه بالسيف المظلم وبياخد الكتاب وبيمشي. وفي اخر انفاس باندن كان عارف ان الانون هو اللي كان صح طول الوقت وان طريق الشر اللي هو اختاره قتله في النهايه. وارتيريا بتقول على الحقيقه كلها لويل والظلام اللي بيكبر جواها. وعلى ما الانون وجاكس والباقيين بيوصلوا القلعه بيلاقوا جثه باندن وراس ريجا على الارض. فجاكس بياخد راس ريجا معاه علشان يخلي الجيش بتاعه يستسلم بعد موت القائد الظالم. وبعدها بنعرف ان كوغلاين نفسه واحد من جماعه الانون وهو اللي عمل السيف ده اصلا. وبالليل كان جاكس راح القلعه واجبر الجيش انهم يتعاونوا معاه علشان يتغلبوا على وارلوك والا كلهم هيموتوا. في الوقت اللي كان الانون في المخبأ بيتكلم مع ويل وبيطلب منه انه يحمي مارس طول العمر
وارتيريا كانت العلامة في ظهرها متوهجة بالأحمر طول الوقت، والشياطين عرفوا مكانها واتحركوا علشان يقضوا على ألانون. وفي لحظة كانوا وصلوا للمخبأ بقيادة وارلوك وبيقتلوا كل الناس. وساعتها ارتيريا بتستخبى هي وليريا وويل في كونتينر كل جدرانه مشحونة بالكهرباء علشان تبعد أي قوة ظلامية، لأن الكهرباء بتضعف شياطين الظلام. وألانون بيتواجه مع وارلوك وبيتقاتل معاه، وكوغلاين بينضم لألانون وبيساعده علشان يتغلبوا على وارلوك. وارتيريا كان الزلام اتمكن منها وبقت واحدة من جنود وارلوك خلاص، وبتضرب ويل وكانت هتقتله في الوقت اللي كان كوغلاين بواحد من اختراعاته بيضرب شحنات كهربائية قوية جدا على وارلوك، وكان فاكر انه أذاه، بس بيتفاجئ انه ولا أثر فيه بأي حاجة. وارلوك بيقوم ولا كأنه حصل له حاجة، وبيردوا الضربات دي كلها لكوغلاين تاني بضربة واحدة تقتله. وساعتها كانت مارس جت تساعد أبوها وبتقاتل مع وارلوك، وارتيريا بتهاجم ليريا وتطحنها ضرب لغاية ما بتاخد منها الجوهرة السحرية. أما مارس فكانت بتقاتل وارلوك بسيفها وسيف أبوها، بس وارلوك بيوقعها على الأرض وبيتواجه مع ألانون. وارتيريا بتخرج وتندمج مع الشيطان الأحمر اللي كان شرب من دم وارلوك في البداية وبقى بالقوة دي، وفي لحظة إنها بتتغير وتبقى زي عين التعبان. في الوقت اللي كان وارلوك بيتغلب على ألانون اللي بيطلب من مارس إنها تروح تدور على ويل لأنه الأمل الأخير، وفي لحظة بيتقاتل تاني مع وارلوك وبيستخدم كل قواه السحرية الباقية، بس السحر وقوة وارلوك كان أكبر وبيتغلب عليه لغاية ما بيقضي على سحر ألانون. وعلى ما مارس لقيت ويل كان وارلوك قتل ألانون بالسيف المظلم وطعنه في قلبه لغاية ما خلاه يتبخر. وساعتها ويل ومارس على ما بيلحقوا وارلوك كان اختفى، وكوغلاين بيطلع انه لسه عايش وبيشجع مارس وويل انهم يكملوا المهمة الأول ويلحقوا وارلوك قبل ما ينفذ خطته ويقضي على الأراضي الأربعة. في الوقت ده كانت ارتيريا أخدت ليريا لوارلوك وراحوا مملكة ليا علشان وارلوك يوصل لبئر النعيم السحري. أما ارتيريا فكان وارلوك سحرها تاني ورجعها لشكلها الطبيعي علشان تدخل القصر وتندمج معاهم وتوصل لغرفة التحكم في السد، لأن وارلوك بيخطط إنه يلوث البئر السحري بدمه، ولازم إنهم يفتحوا السد علشان مية البئر الملوثة بالسحر الأسود تنتشر في النهر وفي الأراضي الأربعة كلها، وكل اللي على الأرض يبقوا في خدمته. وفي نفس الوقت كان ويل ومارس وكوغلاين وصلوا هما كمان، وكوغلاين بيدربهم على البرج اللي فيه البئر، وبيروح ينضم لجاكس وقادة الجيش علشان يتصرفوا بسرعة. وفعلا ارتيريا بتدخل القصر وتروح مع جاكس وهو رايح يحمي غرفة تحكم السد، في الوقت اللي كان وارلوك استخدم الجوهرة السحرية وليريا وفتح الباب اللي بيوصله للبير السحري. وقتها كانت مارس مترددة وخايفة من حجم المسؤولية اللي اتحطت فيها، بس ويل بيشجعها وبيفكرها بقوتها وكم مرة أنقذته وسحر إرث أبوها اللي بيسري في دمها. المشكلة إنهم كانوا اتأخروا ووارلوك وصل فعلا للبير ولوثه بدمه، وهو بيقول تعويذة سحرية علشان تخلي دمه ينتشر في النهر وفي الأراضين ويبقى هو المسيطر. وارتيريا كانت وصلت لغرفة تحكم السد وكل ده محدش شك فيها، وبتستنى هناك وبتقفل الباب علشان تكمل الخطة. وفي الوقت اللي كان ويل ومارس وصلوا عند البئر، ولما دخلوا لقيوا وارلوك نفذ اللي هو عايزه، والبير بعد ما كان باللون الفضي بقى عبارة عن دم بس. وفي لحظة كان وارلوك هاجم مارس وبيرميها بعيد بكل قوته، وويل بيستخدم عقيق الجان علشان يتغلب عليه وبيردوا له الضربة ويوقعه بعيد عن البئر. ساعتها كان خزان السد كله اتحول للون الأحمر، وكوغلاين اتفاجئ إن ارتيريا في غرفة التحكم، فبيروح هو وجاكس على هناك على طول علشان ينقذوا ما يمكن إنقاذه. أما ويل ومارس فكانوا هما الاتنين بيحاربوا وارلوك وبيحاولوا إنهم يتغلبوا عليه، بس هو كان أقوى منهم. وارتيريا لما بيوصلوا لها كانت كسرت دراع التحكم في بوابات الخزان، والنهر بيبقى كله دم وارلوك. ولما بتحاول تقتل جاكس كوغلاين بيصعقها بشحنة كهربائية وبيغمى عليها، وبيبدأ بقى يعمل طقوس سحرية علشان يطرد الشيطان اللي جواها واللي بيتحكم فيها. وفعلا أول ما بيلمس العلامة اللي في ظهرها بترجع لوعيها والشيطان بيتحكم فيها لغاية ما كوغلاين بيجبره إنه يخرج منها، وأول ما ده بيحصل بيسيطر عليه هو وجاكس وينفوه لعالم الظلام، وساعتها ارتيريا بترجع لوعيها. أما مارس فبتستخدم قوة النور ضد وارلوك علشان تشتته، على ما ويل يقرب منه بما فيه الكفاية علشان يطعنه بالسيف شانارة في قلبه، بس وارلوك كان أسرع منهم وويل بيبرزوا شوية، وفجأة السيف بينور، بس وارلوك كان أقوى وبيضربه وبيمسكه من رقبته لغاية ما بيطعنه بسيف الظلام في بطنه. ومارس كانت على الأرض بتفوق على كلام أبوها ليها إنها أقوى منه وإنه ادالها قوته كلها، فبتتحكم في السيف وبترميه لويل بسرعة وبيطعن بيه وارلوك في قلبه، وساعتها بيتبخر وبينتهي من العالم. بس كان سيفه المظلم لسه موجود، ده غير إن البير كان لسه بدم وارلوك ومفيش حاجة اتغيرت فيه. بس المفاجأة إن لما دم ويل بيقع في البئر لون المية بيرجع لطبيعته، وهنا ويل بيفتكر كلام أبوه له وإن سحر أسلافه الأوائل بيجري في دمه وإن السر جواه. وساعتها بيعرف ويل إن الحل إنه يضحي بنفسه علشان السحر اللي في دمه كله ينتقل للبئر ويقضي على دمه وسحر وارلوك. ومارس ما كانتش موافقة على الفكرة دي علشان هتكون هي اللي باقية لوحدها وفقدت كل اللي بتحبهم، بس ويل بيقول لها إن ده الحل الوحيد. وبينزل البئر، وفي ثواني السحر الأزرق اللي في جسمه بينتشر في البير وبيرجعه لأصله، والمية كلها في السد والنهر بترجع لطبيعتها وويل بيختفي.
بعدها كانت ليريا بقت هي الملكة، واتعلمت من المحنة دي إنها تكون ملكة عادلة وحكيمة وتحمي شعبها وتكمل مسيرة أمها. أما مارس فبتروح مع كوغلاين وأرتيريا للقلعة بتاعة ألانون وتسيب سيفه هناك وبترسيه. في اللحظة اللي كان كوغلاين واخدها علشان يبدأوا تدريب والتعلم اللي في الكتاب، فجأة مارس بتحس بويل وبتعرف إنه لسه عايش بس في مكان مش عارفة هو فين. ولما بتطلع عقيق الجان بتاعه بتلاقيه نور فجأة، وده دليل إن ويل فعلا عايش. وساعتها بنشوف ويل عايش فعلا بس كان في عالم الظلام وسط الوحوش. فيا ترى هيعرف يخرج من العالم ده؟ ولو خرج هيخرج ازاي؟ ومارس بقى هتقدر تساعده وتبقى اقوى من ابوها فعلا؟ في النهايه بنعرف ان طريق الشر والظلام مهما كان مليان بالقوه والسلطه، لان بتكون نهايه اللي بيمشي فيه مظلمه، وبيعرف في اخر لحظه انه كان غلط زي ما حصل مع باندان كده. وفعلا اللي بيمشي في الطريق ده بيخدم الظلام مش الظلام اللي بيخدمه. وبكده يخلص فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.